للحكم ابراهيم نور الدين بان الكره او الفاول كان من خارج منطقه الجزاء، رغم ان يمكن خط منطقه الجزاء واضح. ادي امام حضراتكم بعد نهايه اللقاء، وطبعا كانت كفيله بتعادل الزمالك في هذا اللقاء. دي محمد حسن وادي ابراهيم نور الدين حكمنا الدولي، ولقطه بعد نهايه هذا اللقاء الصعب تحكيميا، وخاصه بعد احتساب بضرب جزاء لمصر المقصه. هنشوفها مع حضراتكم ونحكم عليها، وعدم احتساب ضرب الجزاء لنادي الزمالك بعد قرار ابراهيم نور الدين والاشاره الى نقطه الجزاء وتدخل محمد حسن ورفع رايته. يعني تراجع ابراهيم نور الدين عن قراره واعطى فاول لنادي الزمالك من خارج منطقه الجزاء في وقت كان يسعى فيه الزمالك للتعادل. فوز كبير وعريض للاسماعيلي على سموحه ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ويزيد من رصيده ل 55 نقطه. ادي لحظات هنرجع لها بالتفصيل. بره وقوف المساعد معناها ان الكره من بره. لعيبه الزمالك حتى علي جبر اللي جاي من على بعد 2 كيلو وما يعرفش انها بره ولا جوه رايح يعترض. لا بس هو لعيب في الفرقه وشايف انه الدوري عنده يعني ممكن يعني شويه يتهز من تحت قدميه، فبالتالي بيعترض. ده طبيعي يعني اعتراض. حتى الشناوي جاي كمان اهو، بس وصلنا انه خلاص الشناوي شافها من هناك. الاعصاب يا كابتن مش لازم يشوفها، هو القصه